يا صباح الخير، صباح الفل. فيديو جديد من فيديوهات تحضير اللانش بوكس. يلا بينا نعمل لانش بوكس سريع وخفيف كده ولذيذ. تعالوا معايا. الحاجة جبنا اللانش بوكس عادي جدا. ونحاول طول الوقت ان احنا نعمل اللانش بوكس يبقى مفيد وصحي على قد ما بنقدر. اول حاجة انا بعملها، عملنا ايه دلوقتي؟ نجيب شوية عنب، شوية عنب صغنونين قوي، ماشي. ما لحقتش والله اعمل له كفته رز وممبار، يعني ما لحقتش، قلت اعمل له حاجه كده سريعه بسرعه يعني والله العظيم يا جماعه، بسمع على حاجات في اللانش بوكس تموت ضحك. ابني جاي يقول لي ان حد من صحابه كان بياكل طرب وممبار في اللانش بوكس. طرب وممبار، طرب ده انا ما باكلوش. في طفل ياكل طرب؟ انتوا ايه يا جماعه؟ في إيه؟ يا جماعه مش ممكن، ده يوم دراسي يعني، يوم دراسي مش يوم صباحيه، مش كده يا جماعه. والله العظيم الاطفال بتاكل حاجات صحيه كده، بتاكل فواكه، بتاكل خضار، بتاكل حاجات كده على قد معدتها، على قد معدتها النونه، يعني فاهمين؟ فبالراحه، بالراحه، بالراحه علينا. لما يا فندم بتفطروه طرب وممبار، بتعشوه ايه ولا بتغدوه ايه؟ يعني بيتغدى ايه لما بيبدا يومه بطرب؟ يعني لما بيبدا يومه بطرب، في الغدا ايه بتعملوه؟ نص خروف؟ نص مندي؟ ايه يا جماعه؟ مش كده. حطينا شويه عنب، دي قطعه في هنا تحت كده مكان، وممكن نحط ايه، ممكن نحط دي كده. فانا هستغل المكان اللي تحت هنا اني احط فيه ايه بقى. عملت بطاطا، هرست له بطاطا بالعسل الابيض. بطاطا طبعا مفيده جدا، اهي بطاطا بالعسل الابيض، وهحطها له في الجزء اللي تحت ده. تمام تمام. ما بحطش اي سكريات، ما بحطش اي حاجه كده، يعني حتى السناكس كده بتبقى حاجه ايه، هيلسي على قد ما بقدر، على قد ما بقدر. ما يمنعش ان في يوم ادي حاجات مقليه، ادي حاجات ان هيلسي شويه، لان الاطفال برضو بتبقى عايزه ايه، مش طول الوقت نظام وروتين وفاهمين يعني، مش طول الوقت كده تكلمني بالصحي والهيلثي والحاجات اللي بالنسبه له دي معقده. لا، هو عايز يتدلع بس، هو عايز براحته ياكل اللي هو عايزه. وبعدين اطفال فايه، منعا ان هو يبص لاي حد. اهو حطيت هنا شويه بطاطا، كام معلقه كده، ورحت قافله هنا في الجزء ده. هحط سناكس برضو صحي، يعني عايزين حتى لو نحط سناكس نحط حاجه صحيه. فشار، شويه فشار كده، تمام. اهو حبه صغنطاطين كده، يعني اهو ولا اي حاجه، خلاص تمام. اهو الجزء ده بيتشال، نحط تحت السندوتشات. ملحوظه، يا ريت واحنا بنعمل سندوتشات لاولادنا نزود، يعني نزود الكميه شويه، نزود ساندوتش زياده مع الولاد. تمام. في اطفال ممكن الاكل بتاعها يخلص، ما تاخدش اصلا لانش بوكس. يعني في اطفال، فاهمين؟ انتوا فاهميني صح؟ فنعمل حسابنا ان احنا نزود شويه في السندوتشات اللي هنعمل للولاد. تمام. اي حاجه اللي موجود في البيت بقى. تمام. ساعات نخرق القاعده كده شويه، نحط مره ندلعهم كده، مره بانيه، مره برجر، بس مره في الاسبوع، عشان اطفال، عشان بيبصوا لبعض، عشان بيبقى نفسهم في الحاجه دي كده. لكن دلوقتي حاجات يعني عادي. عملت اهو سندوتش تركي، ماشي. نعمل تركي، نعمل نوتيلا. حتى النوتيلا اللي بعملها بتبقى دايت او مش دايت، هيلثي، اللي هي اللي هي ايه، جلوتين فري، ما فيهاش جلوتين ما فيهاش جلوتين. فيها مكسرات، فيها سبريد، فيها نسبه بروتين من هيلثي ام تيستي. يعني حتى لما اعمل نوتيلا او تشوكلت في السندوتشات، ما بتبقاش اللي هي تهيبرهم، الشوكولاته اللي هي عباره عن زيت وكاكاو وتهيبر الولاد. النوتيلا اللي بعملها بتكون حاجه صحيه، يعني لازم تكون حاجه صحيه. بس لانشون، تركي، جبنه، نوتيلا، بس حاجات بسيطه. حطينا بطاطا، حطينا عنب، حطينا سناكس فشار، ماشي. وطبعا لازم الولد او البنوته يبقوا يفطروا كويس في البيت قبل ما ينزلوا، دي حاجه يعني لازم. ايه تاني؟ خلاص خلصنا السندوتشات. هنقفل بقى بالقطعه دي كده، ماشي. ثانيه واحده بس كده، هحط دي كده على جنب، عشان هحتاج دلوقتي حالا اعمل ايه. ثواني. عامله لهم كيكه في البيت، كيكه بيتي كده جميله قوي 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 قوي. هحط لهم كام قطعه كيكه. طبعا الكيكه كده قطع، بصوا الكيكه عاملاها، بصوا ما شاء الله، هشه وحلوه ازاي، هشه واسفنجيه وحلوه قوي. وطبعا
ممكن نجيب من بره، يعني ممكن نحط للاولاد كيكه من بره، لكن دي معموله في البيت فاكيد مغذيه، اكيد مفيده، اكيد احسن. يعني بصوا كيكه، بصوا قوام الكيكه. مم. نحط لهم كام قطعه وخلاص على كده يعني، ولا اي حاجه. تعالوا بس كده نحطها مع بعض، كام قطعه كده صغنونه على قد بطن الصغنونه. يعني انا شايفه ان انا اخلي الحته كده ايه قطعه صغنونه، اصغرها اكتر. انا شايفه ان انا اصغرها يعني ارفعها كده شويه بس اهو. خليتها رفيعه كده، يعني خليتها ايه صغنطوطه كده شويه. ماشي. وبرده نزود الكميه، يعني لو ابنك او بنتك هياكلوا قطعه، حطي 3 4 قطع. تمام. اهو كام قطعه كيكه كده اموره قوي. بس خلاص. مم. بس خلاص عملنا اللانش بوكس ولا اي حاجه. اهو اهو بس. حطينا من تحت هنا البطاطا، حطينا عنب. انا كان ممكن احط العنب في الكب ده، لكن حسيت ان هيبقى كميه صغنطوطه قوي. الكب ده بحب احط فيه رمان زبادي كده، لكن العنب عشان الكب ده هيبقى صغنن قوي عليه، فقلت ازود يبقى كميه زياده شويه. السناكس فشار، البطاطا تحت بالعسل مفيده جدا. الكيكه دي معموله بدقيق القمح دقيق الحبه الكامله، اللي هو دقيق القمح البني ده الاسمر، اللي هو برده جلوتين فري، مفيهوش جلوتين خالص. متحليه بالعسل الابيض والسكر الاستيفيا او السكر البني. يعني المهم ان بتبقى ايه نسبه السكر قليله، بعادل بالشوكليت شيبس عشان تبقى مسكره برده شويه. معموله معجونه باللبن بالبيض، يعني اكيد برده مفيده. فاللي هو على قد ما بنقدر اللانش بوكس كله يكون مفيد وهيلثي. بس كده خلاص. ما ننساش نحط المعلقه علشان لو هياكل البطاطا او الشوكه البلاستيك. عندك تفاحيه صغننه كده حطيها اهي. ثواني كده اهي، عايزه نشفها بس شويه. اهو تفاحيه صغننه كده، نحطها في الشنطه او نحطها في القاع الصغننه بتاعتها كده، او نقطعها سلايز ونحطها بس. او اكليها له قبل ما ينزل من البيت وخلاص. وعملنا لانش بوكس لذيذ وخفيف. بس كده خلاص خلصنا اللانش بوكس بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب. ربنا يحفظ اولادنا جميعا. صباحكم زي الورد، بحبكم جدا. باي.